يا مساء السعادة والخيرات والبركات عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. ايه رأيكم في اكل المطاعم بقى والاطباق بتاعة المطاعم كمان؟ بنص صدر فرخة احنا هنعمل الجمال ده كله، وهنطلع كمية كبيرة ونعمل اكل لاولادنا اللي هم بيشبطوا فيه بره وبيحبوه وبيجروا وراه، وبالصوص بتاعه وكل حاجة. هنعمل أرز الريزو بالصوص بتاع الريزو بتاعه، ومع الفراخ المقرمشة بنفس التجزيعات اللي بيشتروها من بره. أنا معايا نص صدر فرخة. بصوا أنا قطعته تقطيع سميك شوية زي صوابع كده، غسلته غسلة محترمة. حطيت عليه دلوقتي ليمونة كبيرة، عصير ليمونة أو ليمونتين صغيرين، حبة ملح، حبة فلفل، بهارات فراخ. حطيت معلقة بابريكا كبيرة، وهبتدي احط توم باودر وبصل باودر، واحط كاري، واحط كركم. ادي الكركم وادي الكاري اتحطوا خلاص على بعض كده. انا تبلت الفراخ بتاعتي، هدخلها في التلاجة وهسيبها، سواء عملتيها على بيات بتبقى افضل طبعا، وبتشرب من التتبيلة دي وبتبقى طعم البهارات باينة فيها قوي، او قبليها بساعتين. بس خلاص كده انا ركنت الفراخ. هرجي بقى اعمل دلوقتي الصوص بتاعي. هي كذا خطوة الأكلة، ليها كذا خطوة، بس النتيجة مبهرة وجميلة جدا جدا جدا. تعالوا بقى معايا الصوص بتاعي اهوت. معايا كوباية كاتشب من اللي أنا بعمله في البيت، ما بشتريهوش من بره. عملته معاكم على القناة، وعملته بدون نشا ولا أي حاجة، وجاب طعم الكاتشب بتاع بره بالظبط. اللي عايز يشوفه يدخل على القناة ويشوف الفيديو بتاع الكاتشب اللي أنا عملته. حطيت عليه معلقتين خل كبار اهم، وهحط عليه 3 معالق عسل اسود صغيرين. ده الصوص الاقتصادي بقى، ولا هشتري صويا صوص من بره ولا دبس رمان ولا الكلام ده خالص، وهيجيب لي نفس الطعم بإذن الله. نزلت عليه ببهارات فراخ كاري، ونزلت عليه ببابريكا، يعني نفس يعني يعتبر معظم البهارات اللي انا حطيتها. عندي بقى هنا دي ازازة ابني بقى بصراحة، يعني انا خدتها من باب التلاجة، مش انا اللي شاريها ولا حاجة. ديت هوت صوص الحار، حطيت منه زي معلقة كبيرة. وبدل الصويا صوص عشان يجيب لكم نفس الطعم، ليمونة، تعصروا ليمونة كبيرة بس. هو كده ده الصوص بتاع الريزو، جميل جدا وموفر جدا واقتصادي، وكله من قلب البيت، ما اشتريناش حاجة من بره. طبعا اللي عنده عسل اسود هيلاقي عنده العسل الاسود. نعمل الرز بقى بتاعنا. احنا قلنا دول كذا خطوة. معايا معلقة سمنة ومعلقتين زيت على بعض، ونزلت عليهم ببصلة مكعبات. هبتدي احط عليها حبة ملح وفلفل وعود قرفة، ونزلت بمعلقتين كاري اهم، معلقتين صغيرين. وطبعا هحط له كركم بس بعد ما انزل الرز، ما بنزلش الكركم دلوقتي. ادي الرز بتاعي اهوت، وهحط عليه معلقتين كركم حلوين كده عشان يديله اللون الاصفر الجميل. بس بقلبه بقى وباخده تشويحة كده حلوة عشان يفلفل معايا، وطبعا طالما انا حاطه له زيت بيطلع حلو. بس رز الريزو ده دايما مش بيطلع مفلفل قوي. ليه؟ لان احنا بناخد جزء من الخلطة اللي احنا عملناها دلوقتي، اللي هو الصوص بتاعه، هنحطه في الرز كمان، بيديله طعم خطير ولون رهيب جميل والله. اهو بصوا الصوص اهوت. طبعا انا مش هستعمل السلطانية دي كلها، ابتدي اخد منها حوالي زي كبشتين كبار كده مليانين، بس بيعمل له طعم جميل جدا جدا جدا. وفي نفس البهارات اللي محطوطة في الرز هي اللي محطوطة في الصوص، هي اللي محطوطة في الفراخ، وهي اللي هتتحط في الدقيق كمان. هي اللي هي البابريكا والكاري والكركم والملح والفلفل والثوم البودر والبصل البودر، كله بيتحط في الثلاث مراحل، سواء للرز أو للصوص أو تتبيلة الفراخ. هحطه كمان في الدقيق عشان تبقى الريحة في منتهى الجمال. بصوا اللون بقى،
لونه جميل جدًا، جدًا، جدًا. الريحة طبعًا خطيرة، ريحة التوابل بقى مع الخلطة ديّة جميلة جدًا. أنا عندي بقى هنا نُص كوباية دقيق، وهنا كوباية دقيق، يعني كوباية ونُص دقيق كلّهم على بعض. حطيت كاري هنا، وهاحط كركم، وهاحط حبة ملح خفيفة أوي، وأحط ممكن فلفل أسمر، بس مش هاحط حاجة أكتر من كده. وحطيت توم باودر برضه، ده كله في الدقيق. أنزل بقى بمعلقة كركم عشان يدّيني اللون الدهبي بقى الجميل لمّا بيطلع بعد القلية. أدي معلقة أهيّة. أقلّب بقى الدقيق، وهاجيب مَيّة متلّجة جامد، يعني أنا دخّلت بصراحة كوباية مَيّة الفريزر ساعتها، عايزاها تعمل تلج، تعمل طبقة تلج كده على الوش، هتلاقوني أنا باكسّرها أهيّة قدّامكم، بُصّوا التلج أهو محطوط. ليه بقى أنا باعمل ديّة؟ مَيّة متلّجة بتساعدني إنها تدّيني التجزيعات اللي هي بتبقى على الفرخة من برّه. أنتم هتشوفوها دلوقتي، وهتشوفوها لمّا تنزل الخلطة السميكة ديّة، بتبقى قريّبة من خلطة الكيكة كده شوية أو أخف منها سِنّة بسيطة. جِبت شرايح بقى الفراخ بتاعتي المتبّلة، هانزل بيها في قلب الخلطة الجميلة ديّة بكل بهاراتها الحلوة ديّة، وهابتدي بقى إيه، أصفّيها كويس من الخلطة، وأنزل بيها على الدقيق. وشوفوا بقى حركة إيديّا وأنا باعمل الدقيق دوّة، باعمل لكل قطعة يمكن 3 مرّات، وقبل ما أشيلها كمان من الدقيق هاعملها مرّة كمان، لغاية ما تدّيني التقسيمات والتجزيعات اللي بتبقى على الفرخة من برّه، على قطعة الفرخة من برّه زي ما بتيجي من برّه بالضبط. بُصّوا، بُصّوا أنا باعملها إزاي، باحرّكها بإيديّا كذا مرّة، وهاعملها مرّة تانية، وهاعملها مرّة تالتة، وهاعملها مرّة رابعة وأنا بانقلها الصينية كمان. بُصّوا، أدي أول مرّة ادّتني تجزيعات خفيفة، أنزّلها تاني، أعملها برضه هتدّيني تجزيعات تاني. بُصّوا أهي، التالتة برضه بُصّوا هتدّيني تجزيعات تانية خالص، عشان أجيب لهم الشكل بتاع برّه، عشان ما يجروش ورا حاجة برّه. وجبت لهم الأطباق بتاعة برّه. بُصّوا التجزيعات بتبان في تالت مرحلة أهو، في رابع مرحلة هتبان أكتر، لمّا آجي أنقلها بقى في صينية لبرّه. هاعمل واحدة كمان معاكم أهيّة، برضه باصفّيها، باخدها من التتبيلة باصفّيها كويس، وأنزل بيها على الدقيق. لو لقيتِ التجزيعات جات معاكِ كتيرة من أول مرّة، ما تعيديش في الدقيق كذا مرّة. لقيتِ التجزيعات محتاجة إنِّك تعمليها كذا مرّة في الدقيق، اعملي، زي ما أنا عملت. باشكر كل اللي بيدخل لي وباقول له بتنورني وبتنور قناتي والله. باحبكم كلكم في الله. وباشكر المشتركين الجداد، باقول لكم نورتوا قناة المسك حبايب قلبي، يا رب دايمًا معايا، يا رب أكون عند حسن ظنكم، ويا رب تكونوا بتستفيدوا مني بأي حاجة بسيطة. أكون مبسوطة جدًا، جدًا، جدًا. بُصّوا باعيد عليها كذا مرة أهوّة. في واحدة أنا عملتها لقيت تجزيعاتها طلعت من أول مرة على طول لوحدها، ركنتها على جنب برضه في الدقيق، وهاعملها مرة كمان قبل ما أنقلها الصينية. كل شوية أطلّعها أنفّضها من الدقيق وأبُص عليها على التجزيعات بتاعتها، أهي بُصّوا، أعملها كمان مرّة، تدّيني تجزيعات أكتر عشان تطلع لي واخدة نفس الشكل اللي بيجيبوه من برّه، عشان أبطّل لهم الحِجة. على قد ما أنا باميل للأكل القديم، إنّما باعمل كل الأكل الجديد. أهو بُصّوا المنظر، بُصّوا الرسمة بتاعتها بقى من برّه، بتبقى جميلة جدًا بعد ما بتتحمّر، وبتبقى حلوة. ونُص صدر فرخة، والله نُص صدر فرخة طلّع معايا كمية جميلة جدًا. بس نُص الصدر بصراحة كان حلو، يعني مدكوك كده في بعضه وجميل، ادّاكِ شرايح لحم حلوة. أنا باجيب الفراخ دايمًا وباقسّمها، وباطلّع منها كل حاجة، وباعمل منها البانيه، ما باشتريش البانيه جاهز، وباعمل منها الشرايح ديّة، وباعمل منها الشاورما، وأطلّع الدبابيس لوحدها، وأطلّع الأجنحة لوحدها. باعمل كل احتياجاتي من الفراخ اللي أنا باشتريها.
يعني مش باجيبها جاهزة مرّة، طبعًا دي بتوفّر معايا حاجات كتير جدًا، جرّبوها وقولوا لي بتوفّر معاكم والّا ما بتوفّرش. ولو مش عايزين تشتروا صدر فراخ كاملة، هاتوا الصدور بس الصدر كامل كده من عند الراجل، وأنتم فصّلوه زي ما أنتم عايزين. بُصّوا بقى جِبت طاستي أهيّة، بس طاسة صغيّرة عشان ما تاخدش منّي زيت كتير، لإن الزيت لازم يكون غزير. نزلت بالفراخ بتاعتي وباقلّبها بالراحة كده لغاية ما تاخد اللون الدهبي الجميل دوّة. طبعًا طالعة مقرمشة ومخرفشة، مش قادرة أقول لكم على ريحتها جميلة قد إيه. وطبعًا الطعم بتاعها وريحتها في منتهى الجمال، التوابل باينة فيها جدًا، ولمّا هيتحط عليها صوص الريزو هتبان أكتر. آدي نزلت بالطاسة التانية أهيّة، وبرضه هاطلّعها بنفس الصورة. ما شاء الله على نُص صدر الفرخة ادّاني كمية في منتهى الجمال، عمل تقريبًا 4 طاسات من دول. بُصّوا مقرمشة ومخرفشة والتجزيعات باينة فيها، وهتلاقي الcover اللي عليها برّه ده حامي الفرخة من جوّه، والفرخة من جوّه طرية وبيضة زي الفل وجميلة. معلش هو الفيديو طويل وهو كذا مرحلة، بس بصراحة النتيجة بتسعد الواحد. جِبت لهم الأطباق، طبعًا أنا مش هاروح أشتري الأطباق ديّة، لأ هُم بيجيبوا ساعات فيها حاجات باخدها أنا بصراحة أغسلها وأشيلها عندي في قلب إدراج المطبخ، سواء مربع، سواء المستطيل منه أبو درجين أو المدوّر اللي زي دوّة. مسكت بقى في جزء من شرايح الفراخ دي، قطّعتها مكعبات صغيّرة بالسكينة أهيّة، يعني كشكل جديد يعني أهوّة، وهابتدي أنزل عليها. حطيت جزء من صوص الريزو دوّة في قلب كيس من بتوع التلاجة عادي جدًا، وفتحت له ثقب صغيّر أهوّة، أهو، وبانزل بيه على وش الطبق. عملنا لهم الشكل اللي بييجي من برّه والّا ما عملناهوش؟ وأطعم من برّه 100 مرّة وأنضف وأحلى بكتير. يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما أكونش طوّلت عليكم، ما أكونش ضيفة تقيلة عليكم، وتكون عجبتكم فكرة الرز الريزو بكل تكاته وحركاته وبكل تفاصيله. وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشوفكم على خير في فيديو آخر، أترككم في رعاية الله وفي حفظه وفي أمانه يا رب.